استعنا بالله على الشقة، واليوم بدنا نرد على نضال الأحمدية الإعلامية. إعلامية؟ والله ما بنعرف، يمكن مو إعلامية، الله أعلم. اسمعي يا شمطاء. أول شيء، السوري حر بأفكاره، نشيط بعمله، عصامي بيعتمد على نفسه، ما بيشحت. كل السوريين عندها أراضي وعندها بيوت. زلمة عزيز نفس، السوري عزيز نفس، إن كان امرأة وإن كان رجل، ومتعلم، ودرجة العلم عنده عالية جدا جدا، ويعتبر الأول في الوطن العربي، خاصة في السنوات الأخيرة يعتبر الأول في الوطن العربي وعلى مستوى العالم بحيازة شهادات الدكتوراه، بالإضافة للتنوع التاريخي اللي عنده، تنوع الثقافي وتنوع اللغات وانفتاحه على الحياة ومهاراته والإبداع في كل الأمور. لا تشوفي والله واحد بيشتغل مثلا بيكون طبيب ولا مهندس ولا محامي، يستطيع السوري أن يعمل كل شيء وبكل الظروف. صحيح نحن عنا حرب وطحنتنا وفرقتنا وهجرتنا، لكن استطعنا أن نصنع من المستحيل شيء. هذا أولا. ثانيا، ثقافة السوري متنوعة، وثقافتنا تمتد إلى 3 و4 آلاف في العمق. يعني تاريخنا قديم وعريق ومليء بالتاريخ الناصع. ثقافتنا عالية جدا. السوري يستطيع أن يكون في كل مكان ويثبت وجوده ويزرع الورد لتعطي رائحة طيبة. فأنت يا نضال الأحمدية، أنت ما بتعرفي الشعب السوري، والله يمكن ما بتعرفي، ولا من غيرتك لأنك بتغاري من الشعب السوري. الشعب السوري بمعنى الكلمة اسمه سوري، ورافع راسه وين ما كان. فكلامك مثل الضراط على بلاط. العفو منكم من هذا الكلام، اللي عم يشوفني ولا عم يسمعني. بس هاي الإعلامية يمكن ما بتعرف تشوف وما بتعرف تسمع. هي ما بتشوف إلا الكلام اللي هي بدها إياه. بس السوري غصبا عنك واسمه سوري، ووين ما بيروح يزرع الطيب ويزرع الكرم ويزرع النخوة. نحن سوريين، فتحي عينك، حطيها هدول التنتين بعيونك التنتين حتى تشوفي مين إحنا. سوري وبنرفع راسنا، سوريين وبنرفع راسنا، إن كان رجل وإن كان امرأة. نحن أثبتنا وجودنا، وإن شاء الله عندما نرجع إلى بلادنا ونعود إلى بلادنا غانمين سالمين، سيكون لنا اسم السوري في كل العالم، وبصمة في كل